ما تيجوا نحمد ربنا على نعمة اليوم اللي بيعدي بسلام. ما تيجوا نحمد ربنا على نعمة اليوم اللي بيعدي من غير وجع، من غير مرض، من غير فقر. ما تيجوا نحمد ربنا على نعمة الصحة والستر، على إننا قادرين نتحرك ونتنفس، على نعمة البيت والسكنة والأكل والشرب. نحمد ربنا على إن يومنا عدى وإحنا مستورين. أصل لو ربنا رفع ستره عننا والله إحنا ما هنطيق نفسنا، فما بالك باللي حوالينا. هتقولي أحمد ربنا؟ ما انت مش شايفة المصايب اللي محوطاني في كل حتة؟ ما انت مش شايفة الناس اللي مش لاقية تاكل؟ هقولك، انت لو ما عندكش ولا نعمة غير نعمة بس انك لسه عايش دلوقتي وسامعني، دي اكبر نعمة لازم تحمد ربنا عليها. انت لسه عندك فرصة انك تسعى وتجتهد وتتوب وتصلح من نفسك. دي نعمة ما تتقدرش بكنوز الدنيا. ولو مش مصدق، اسمع رب العزة بيقول لك ايه في اياته الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. صدق الله العظيم. فأنت عندك نعمة المفروض تشكر عليها ربنا ليل ونهار. إحنا غرقانين في نعم ربنا علينا. نعم ربنا علينا كتيرة قوي، بس إحنا اللي مش أخدين بالنا منها. صدقني، كلمة الحمد لله أنت اللي محتاجها تقولها من جوه قلبك، تقولها لنفسك قبل ربك. انت محتاج تسمع الكلمة دي، انت محتاج تحس بالنعم اللي ربنا أنعم بيها عليك. الحمد لله تقولها تطمنك وتفكرك بأن نعم ربنا عليك لا تعد ولا تحصى. تقولها فيرضى عنك ربك وتعترف بفضل ربنا عليك. ولو انت اتوفقت في انك تقول الحمد لله، فدي اصلا نعمة تستحق الحمد. لان كتير قوي غيرك ناقم على حياته ومش شايف نعم ربنا عليه، عاجز على انه يحمد ربنا. فانت لو وفقت في حمدك لربنا دي نعمة كبيرة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيروح ينام او يرزق بطعام او شراب كان دايما يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو انت ربنا ادالك رزق، قوت يومك وكفاك وأواك في منزلك، لازم تحمد ربنا وما تشيلش هم بكرة أبدا، لأن بكرة مش بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. فلو انت فضلت تحمد ربنا سبحانه وتعالى، انت هتيجي يوم القيامة بتلال من الحسنات. تعالوا ندعي ربنا ونحمد ربنا. النهاردة ليلة الجمعة لعلها تكون ساعة إجابة. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين، خلق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير وجمل الليل بالنجوم في الظلمات. الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه ويجيب من نداه ويزيد من كان منه حييا ويكرم من كان له وفيا ويهدي من كان صادق الوعد رضيا. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وأخيرا، لو استفدت من الفيديو ساعد في نشر الخير واعمل لايك وشير عشان تاخد الأجر والثواب. أحبكم في الله، هدية محمود.